صباح الخير. صباح الخير على كل حبايبي والناس اللي هتتابعنا ده أول فيديو ليا بصراحة، وأنا فكرت كتير إن أنا أقدم حاجة مفيدة للناس بس مش أكتر. كان ممكن أعمل أي محتوى تافه والكلام ده والواحد ينتشر بسرعة، لكن مش هم هو دوت. أنا هم بس أسجل لحظات مفيدة أو أسجل فيديوهات مفيدة تنفع الناس في أي حاجة، لأي حد. الفيديو دوت لأي حد يمتلك سيارة أو عنده سيارة ومهتم بالعالم السيارات والإكسسوارات وتصليح العربيات وأي حاجة. ده شارع اسمه شارع دمشق. تمام. طبعا في ناس كتير عارفاه وفي برضو ناس أكتر متعرفوهوش. تمام. الشارع ده بيمتاز إن هو بس رخيص في الأسعار والكلام ده. تمام وكويس يعني. تمام. فبرضه حاول إن أنت برضو يعني لو انت عندك فكرة في غيرك بيها، ولو اتعاملت مع حد هنا في الشارع ده قبل كده ممكن تقول لنا تجربتك مع اي حد وكده يعني. تمام. بصوا، الشارع طويل جدا 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 جدا. تمام. دي مدى 3. هنا كده هو متفرع من شارع بيروت تقريبا. تمام. انا مش عارف العنوان صح، بس اللي انا اعرفه ان هو اسمه شارع دمشق، وفي مصر الجديدة برضو للعلم. طبعا لو حابين اعمل لكم مثلا فيديوهات يعني اجيب لكم اسعار من اصحاب المحلات ديت واسعار اكسسوارات والعطل دوت بيتصلح بكام، ممكن اعمل سلسلة زي كده. بس لو حضراتكم ساعدتوني وطلبتوا مني الكلام ده اعمله لو مهتمين يعني او في اهتمام. تمام. وانا تحت امر متابعيني. اتمنى ان الفيديو بس يكون له قيمة او فاليو كويسة للناس اللي مهتمة بالمجال دوت. تمام. محلات فاتحة الصبح اهيت. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم لسه بيقولوا يا هادي. ربنا يرزقنا ويرزق الجميع. وانا برضه رايح شغلي. تمام. انا والله جت الفكرة ديت كده بالصدفة بايلك يعني كده، وانا نايم بالليل كده قلت عايز اعمل حاجة مفيدة للناس، حاجة يعني تساعدهم بدل ما يقعدوا يدوروا ويعملوا اللي بيبقى تايه ومحتار اروح فين واجي منين. فجبت لك شارع فيه كل حاجة تخص العربيات من الإبر للصاروخ، وده مكان برضو بيصلحوا اهوت قاعدين العربية بتاعتهم والكوكا بيعملوها الكاوتش. تمام. وفي أماكن فاتحة هنا هيت برضو. تمام. غير أنا عايز أقول لك جمال مصر الجديدة بقى وحلاوة مصر الجديدة. وادي بنزينة برضو هنا اهي. تمام. وهدوء ومنطقة راقية وجميلة كده وناسها حلوة. بسم الله ما شاء الله، يعني ناسها جميلة جدا بصراحة. شارع طويل طبعا. آخر الشارع ده طول ما انت ماشي تطلع على ميدان روكسي. تمام. ممكن لو تجيله هو في عند الحرية مول هنا في مصر الجديدة. بص المحلات كلها فاتحة ازاي، في محلات كتير فاتحة. تمام. ده برضو مكان اسمه بيبو مشويات ومطعم جميل قوي قوي. تمام. ودي ست عاد ربنا يرزقها يا رب ويرزقها يا فتحها دي. مطعم بيبو. مطعم بيبو للمشويات. طبعا هو قافل لسه، انا بصور الساعة 9:30 صباحا. طبعا انا بعتذر بس ان انا مش عارف
طبعا اتحكم في التصوير لاني ماشي في الشارع، وتقريبا ده اول فيديو لي، مش تقريبا، ده هو ده فعلا اول فيديو ليا. تمام. ومش عارف طبعا انسق الكلام، مش عارف انسق التصوير والكلام ده، ولكن انا مش هدفي اعمل حاجة يعني، مش هدفي متابعات ولا هدفي مشاهدات. انا هدفي ان انا افيد الناس اللي مهتمية في المجال ده بس، مش اكتر. يعني خدمة لله لوجه الله تعالى، مش عايز اي حاجة. تمام. وطبعا مش هقول اشترك في القناة ولا هقول سبسكرايب ولا هقول اي حاجة. المهتم هيتابع من نفسه، واللي مش مهتم خلاص هيعدي الفيديو. تمام. وربنا يعيني ويقدرني ان انا اساعد الناس زي ما ربنا بيسهل لي والاقي ناس تساعدني. تمام. انا طبعا ولا بلوجر ولا يوتيوبر ولا اي حاجه، انا راجل شغال وليا شغل الحمد لله. بس كل الفكره ان انا حابب اعمل محتوى يفيد الناس، مش عايز اعمل محتوى تافه بس، مش اكتر. تمام. زي ما قلت لكم، الشارع دوت اخر اهوت، تمشي كده شمال هتلاقي القربة، وهتلاقي جراج روكسي وطريق صلاح سالم. يعني بيتهيألي الشارع سهل وكويس يعني، والمكان مش زحمة، أو الشوارع هنا في مصر الجديدة مش زحمة عموما. ده برضو ناس كده تشتري على الله العيش، يلا على الصبح كده ربنا يرزقهم، يعني كل واحد على أكل عيشه وعياله، ويرزقه برزق عياله طبعا. الناس كلها في حالة ما يعلم بها إلا ربنا، وكل ماشي يكلم نفسه. تمام. بس الحمد لله على كل حال. ده برضو اللي هي الاكسسوارات عربيات والمقاعد والكراسي والكلام ده. شكل المكان حلو برضو، اسمه الأسطورة، حلو اوي اللي عايزه. تمام. وادي اخر الشارع بتاعنا اهو. انا كده بقى اتجاه القربة، ودلوقتي اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.